سمعت عن اسماعيل ابو السباع؟ طب سمعت عن اسود قصر النيل؟ مع صاحب اجنده هتسمع. مين فينا ما مشيش على كوبري قصر النيل وتصور مع الاسود اللي بالنسبه لنا من اهم معالم القاهره، اللي شهدت احداث كبيره جدا ومهمه في تاريخ مصر. البدايه كانت في عصر الخديوي اسماعيل، اللي طلب من النحات الفرنسي هنري جاكمار ان ينحت له 4 اسود تعبر عن الصمود والعراقه والقوه، ويحطهم على مداخل حديقه الحيوانات بالجيزه. وبالفعل تم نحت الاسود في فرنسا، اللي اتكلفت 198 ألف فرنك فرنسي، وعشان كده اتسمى اسماعيل أبو السباع. وعشان كانت الأسود وشها حلو على اسماعيل، قبل ما تتشحن وتوصل لمينا اسكندرية كان تم عزله من قبل الإنجليز وتعيين ابنه مكانه توفيق خديوي المصري. وفي عصر الخديوي توفيق تم تجديد كوبري قصر النيل، اللي كان اسمه قصر النيل عشان آخر الكوبري كان فيه سرايا بتطل على النيل. وعشان توفيق يرد الجميل لوالده اسماعيل تم تغيير اسم الكوبري من كوبري قصر النيل لكوبري الخديوي اسماعيل الأول. ومش بس كده، جاب الأسود اللي اتنحتت وحطها على مدخل الكوبري وعمل افتتاحية كبيرة حضرها شخصيات كبيرة، منها هنري جاكمار اللي وقف يشرح للناس ازاي عبقرية التماثيل وازاي ان التماثيل دي مفيش ولا غلطة، لحد ما جت الصدمة. طفل من الحاضرين والمصري معروف بعبقريته، والطفل المصري معروف ان ذكي بالفطرة، قال لهم التماثيل دي ناقصة حاجة. ناقصة حاجة ازاي؟ التماثيل دي ناقصة شنب. ايوه، التماثيل دي ناقصة شنب. وبالفعل لما ركزوا في التماثيل لقوها ان ناقصة شنب. من غير شنب، 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 انت وهي. هنا ناس كتيرة كانت بتقول إن جاكمار بعد الحادثة دي جاله إحباط، وفي ناس بتقول إن جاله اكتئاب وإن هو ساب المهنة، وفي ناس بتزود على كده بتقول إن هو انتحر. لكن الكلام ده كله مش صحيح. جاكمار بعد كده عمل تماثيل كتيرة جدا هنقولها في حلقات بعد كده، وكمان عاش بعد كده سنين طويلة قوي. هي دي قصة اسماعيل ابو السباع، وهي دي قصة اسود قصر النيل. لو اول مرة تسمعها دوس لايك وتابعني وابقى اعمل شير عشان اللي ما يعرفش القصة يعرفها. سلام.